السلام عليكم أحبتي. مثل ما نلاحظ هاي راس مال شاحنة نفحصها. مثل ما نلاحظ ماكو فولتية، هاي ماكو فولتية، هاي 9 فولت مكتوب عليها. احنا بدي نفتحها، ما بعد ما فتحتها راح اخذ نط عليها واشوف هذا. تلاحظون المكتفات طاقة ذني، فأوتوماتيكيا راح ابدي اخلعهن. يعني هسه لحد الآن دا أشتغل عينيا. يعني اللي لاحظته هسه يعني المقاومات ضاربة، المكتفات ضاربة، فما عندي غير بس استخرجن هذني. قيمة المكتف هذا 4.7 مايكرو فاراد، 400 فولت. يعني هسه هذا أول عطل دا يدل علي بأنه أني من أخليه بالكهرباء، يعني الكهرباء ما دا توصل. هذين القطع اللي خلعتهن مقاومتين فيوزية ومكتفين. أنا راح أبدي أنظف الكارت. طبعا اكو مقاومات همات فيوزية مربوطة بين المكتفات همات طاقة SMD. هذا سيريس راح ابدي افحص. هنا شيكت بانه الدايودات عندي ما بيهن شورت، بس شغالات ما شغالات هاي يعني بعدين. راح جبت هذا مكثف 8.2 كتعويض عن كل واحد 4.7. فأنا ليش دا أربط 2؟ راح أربط بس واحد. بمجرد ما لحمته، شوف بهالطريقة هاي لحدن المقاومات ال SMD همات راح ألغيهن وأسويهن شورت. أنا هسه تقريبا يعني شلت الحماية همات، فبعدين ممكن أنا أضيف مقاومة فيوزية عليه. بس المهم هسه أفحص بأنه الكرت عندي راح يشتغل لو ما يشتغل. هذا لحمة سلك هنا على مود المكان، هاي المقاومة اللي بالدخول مال 220. فتحسبا لأي قدر يعني يضرب الكارت أو فشي، يعني شغلة بسيطة وسهلة إن شاء الله. راح أركبه بالقاعدة مالت الشاحنة هالصورة هاي. وهنا بعد ما ركبته راح أبدي أوصله بالكهرباء، وراح أجيب الأوفوميتر على مود أفحص القياس بأنه اشتغلت عندي لو ما اشتغلت. الصورة هاي شوف قامت تقرأ عندي 9.5، يعني اشتغلت والاي سي مع المذبذب ما ضارب. يعني المهم يعني ضارب بس الدخول كله. فأنا اختصرت المقاومتين كلها والهذا بتبديل مكتف واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.